ازيكم يا فراورات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايين مع بعض هنعمل سلطة الفواكه بطريقة سهلة وبسيطة ومغذية جدا جدا لأطفالنا اللي مش بياكلوا الفاكهة. ممكن نعملها لهم بالطريقة دي، حلوة خالص. بأي فاكهة موجودة عندك في البيت. احب ان انتي الاول تدعميني باللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. زي ما احنا شايفين انا معايا عصير مانجا، ومعايا التفاح مقطعاه مكعبات صغيرة، ومعايا عنب، ومعايا برقوق مقطعاه مكعبات برضه صغيرة. اول حاجة التفاح، طبعا علشان احنا عارفين ان من التفاح والموز والحاجات دي بيتغير لونها، بتسمر معايا. فاول حاجة حطيت التفاح وحطيت عليه نص ليمونة. زي ما احنا شايفين هقلب التفاح كده مع بعض علشان ما يما يقعد معايا في التلاجة التفاح معايا يفضل محتفظ بلونه. بعد كده هنزل العنب، العنب الاسمر او العنب الاحمر او العنب الاخضر. بعد كده بنزل بالبرقوق بتاعي. وبعد كده انا كنت عصرة مانجا. المانجا دي انا كنت مفرزاها في التلاجة من السنة اللي فاتت. ايوه، من السنة اللي فاتت. فطلعت 2 مانجا، منتجتين، 2 مانجا يعني. المهم ما تعلقوش عليا. 2 مانجا وضربتهم في الخلاط زي ما احنا شايفين مع شوية مية. وبعد كده نزلت على الفواكه بتاعتي. وبعد كده معايا معلقتين من عسل الابيض، عسل النحل. وبعد كده هبدأ ان انا اقلب كده. هتبقى معايا احسن سلطة فواكه في الدنيا، مغذية جدا جدا جدا. بتمنى يا رب الفيديو يبقى بسيط كده ويعجبكم. واهم حاجة يا حبايب قلبي متنسوش اللايك، علشان اللايك ده اللي بيرفع الفيديو. واقول لكم باي باي.